الدوري الأوروبي أو بطولة الدوري الأوروبي محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي. الدوري السعودي محمد شريف مع نادي الخليج السعودي. كأس العراق صالح جمعة مع نادي الكرخ العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ معاكم يا ريت ما تنسونيش باللايك، عايز اوصل لاكبر عدد من اللايكات في الفيديو ده، والاشتراك في القناة ده طبعا ده شيء اساسي، عايز اوصل ل 1000 مشترك. نبدأ بالدوري الاوروبي او بطولة الدوري الاوروبي. الدوري الاوروبي هي تاني اكبر بطولة في اوروبا بعد بطولة دوري ابطال اوروبا. الدوري الاوروبي نشئ عام 1971، اما دوري ابطال اوروبا نشئ عام 1955. يعني دوري ابطال اوروبا اتنشئ قبل الدوري الأوروبي ب 16 سنة فقط لا غير. نخش على مباراة ليفربول اللي كان بيلاعب فريق سبارتا براغا من دولة التشيك في بطولة الدوري الأوروبي. نادي ليفربول فاز عليه ذهابا وإيابا. مباراة الذهاب خلصت لمصلحة ليفربول 5-1 على أرض سبارتا براغا في التشيك، ومباراة العودة خلصت بنتيجة 6-1 على أرض ليفربول، ويتأهل ليفربول إلى دور ربع النهائي من هذه البطولة الدوري الأوروبي أو بطولة الدوري الأوروبي. نخش بقى على الدوري السعودي ونادي الخليج اللي بيضم في صفوفه محمد شريف. نادي الخليج كان بيلاعب نادي الأخدود في الدوري السعودي وتعادلوا مع بعض بنتيجة 2-2. بعد هذا التعادل وصل نادي الخليج السعودي للنقطة 28 في المركز ال11 من أصل 18 فريق في الدوري السعودي. نروح بقى لكأس العراق ونادي الكرخ اللي بيضم في صفوفه صالح جمعة. نادي الكرخ كان بيواجه أربيل في كأس العراق، ونادي أربيل كسب نادي الكرخ 1-0. نادي الكرخ طلع من كأس العراق، ولكن ترتيبه في الدوري العراقي في المركز ال17 من أصل 20 فريق في الدوري العراقي. وبكده يا جماعه اكون خلصت معاكم نهايه الفيديو النهارده. الفيديو ما كانش كبير لان ما فيش ماتشات في الدوري المصري ولا في ماتشات في اي مكان، دول بس اللي كانوا اتلعبوا. يعني الدوري الاوروبي كانوا بيتلعبوا امبارح محمد صلاح، وما فيش بطولات حتى في اسيا ولا في اي حته، هم دول بس الماتشات اللي اتلعبت. حتى الدوري المصري واقف اليومين دولت، ما فيش ماتشات النهارده ولا امبارح. وحتى النادي الاهلي كان المفروض كان يلعب النهارده يوم الجمعه والماتش اتاجل. كان الاهلي كان هيلاعب انبي، الماتش اتاجل، فعشان كده مفيش ماتش، مفيش حاجه ان انا اتكلم عليها. يعني دي بس الحاجات اللي كانت معايا النهارده. اتمنى منكم يا جماعه اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك، عايز اوصل لاكبر عدد من اللايكات في الفيديو ده، عشان خاطر طبعا اللايكات الكتير بيخلي شركة اليوتيوب تنشر الفيديو بتاعي وتخلي اكبر عدد من الناس ان هم يشاهدوا الفيديو بتاعي. وطبعا الاشتراك في القناه ده طبعا شيء اساسي، لو انت مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من قناه ملعب احمد الكوتش. والسلام ختام.